بس متعب كان مكار وبيخش يجيب ضربة جزاء لمنتخب مصر ومهم عشان تولع المباراة، وكارت احمر لحليش بعد ما خد الكارت الاصفر، ويخش ليها القيصر حسني عبد ربه. يتقدم يسدد ويسجل الجول. 1-0 لمنتخب مصر، 1-0 للفريق المصري. هدف اول من منتخب مصر يولع الديربي، واكيد الجزائر بعد الهدف ده هتعمل ردة فعل اسطورية. وتعالى نشوف ايه اللي حصل. بيخلص الشوط الاول وبيبدا شوط تاني ناري. احمد حسن بيجرب بصاروخ من بعيد ولكن بتروح جنب القائم. مصر بدات تلعب تيكي تاكا ومنتخب مصر كان مرعب، وفرصة هدف بتضيع على سيد معوض، ولكن الجزائر بصراحة اتأثرت بعد الطرد. وهنا حسن شحاتة بينزل البديل الذهبي محمد ناجي جده. الجزائر بترجع تاني بعد كرة ثابتة من يبدا وبيتألق فيها السد العالي ويخرجها. مصر ترد بكرة خطيرة وفرصة احمد حسن حرفيا كان هيعيط عليها، وفرصة هدف ضايع على منتخب مصر لحد ما محمد زيدان بيطوح مدافع الجزائر. زيدان خلص